أنا أستغرب إصرار عبد الحميد دشتي على استفزاز الشعب الكويتي وإحراج المجلس والحكومة من خلال الإساءة إلى دول مجلس التعاون. أنا أقول حق عبد الحميد دشتي، أنت تقول أن بشار النعجة هو زعيم الأمة، لكن نحن ككويتي كل المقيمين على هذه الأرض الطيبة زعيم أمتنا الأمة الكويتية هو حضرة صاحب السمو حفظه الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونفتخر بزعامته زعيم الإنسانية. أما زعيمك اللي تفتخر فيه واللي تلطخت إيده بدماء الأبرياء فهو زعيم مجموعة الإرهابيين والقتلة والسفاحين من البعثيين وجماعة حزب الله الإرهابي. أقول حق حمد دشتي، إذا كان هذا زعيم بشار النعجة فيا حميد كفوك أن يكون الإرهابي بشار النعجة زعيمك وزعيم حزب الله. وأؤكد مرة أخرى أن حزب الله الإرهابي سيظل منظمة إرهابية تدعمها دولة الإرهاب جار السوء في المنطقة، والدليل عمل حزب الله المنهجي والممنهج في الإرهاب إقليميا ودوليا. واليوم احنا نتساءل ككويتيين كما تساءل كثير من اخواننا اعضاء مجلس الامه في جلسه مناقشه الإساءة للمملكه العربيه السعوديه، هل حميد دشتي كويتي يمثل الكويت، يمثل الشعب الكويتي، ام هو لسوريا وحزب الله؟ والى متى السكوت والصمت على استفزازات دشتي للشعب الكويتي؟